تخيل انك كتشوف اعلان ديال شي مطعم، اعلان كيوريك شي اكله بنينه كتشهي، شكلها زوين، حاطينها في طبسيل زوين، فكتقرر انك تجرب هذا المطعم وتذوق هذاك البلا اللي فتي شفتيه. فكتمشي لذاك المطعم وكتكوموندي داك البلا. كيوصل عندك البلا فكتكتشف انه ماشي بحال كيف ما شفتيه في الاعلان، ماشي نفس الحجم، ماشي نفس التقديم، ماشي كيف ما توقعتيه. في الاعلان كانت كتبان حسن، ولكن في الواقع كانت مختلفه تماما. هادشي بالضبط هو اللي كيوقع لينا مع النجاح. كنشوفوا اعلانات النجاح، صور لامعه، فكنوليو باغيين داك النجاح بالزربه وباغيين نوصلوا ليه في اسرع وقت ممكن. والا غير ما بانوش لينا النتائج كنحبس. ولكن الواقع ماشي بحال هكا. النجاح ما دارش بحال هكا، او النجاح الحقيقي ما دارش بحال هكا، ماشي هكا تبنى. اهلا بك صديقي صديقتي العزيزه في حلقه جديده من سلسله جلسه مع صديق. اليوم غندويو على واحد الحاجه اللي ولات كتسمم حياتنا بلا ما نحس. غندويو على الفرق بين النجاح اللي كنشوفوه والنجاح اللي كنعيشوه، التضارب اللي كاين في مخنا بين الصوره اللي كنشوفوها والواقع والحقيقه اللي كنعيشوها. المشكله اللي خلاتنا نحسو بالفشل او الاحباط وحنا باقين يلا في البدايه. انا هنا ما نقولك شنو هو النجاح بالضبط، حيت النجاح يختلف من شخص لاخر، فما عندوش معنى ثابت اللي نقدروا نعطيوه ليه. ولكن انا هنا جايه غير باش نناقشوا هذا الموضوع. بدايه خلينا ندويو على النجاح اللي كنشوفوه على السوشيال ميديا. النجاح اللي كيخلينا نحسو بالفشل واننا ما واصلينش واننا معطلين. النجاح اللي كنشوفوه هو نجاح خلينا نسميوه نجاح النتيجه النهائيه. نجاح كيوريك غير الصوره الجميله، النجاح كيوريك غير اللحظه النهائيه. هذا النوع ديال النجاح اللي رائج نوعا ما في وقتنا هو اللي كيخليك تحس انك خاصك توصل بالزرب، خاصك تكون واصل في سن صغير، خاصك تكون حققتي كل شيء قبل 30 عام. حنا كنشوفوا ناس في عمرنا او حتى صغر منا حققوا بزاف ديال الحوايج، كنشوفوا حياتهم فكنحسوا اننا ماشي بحالهم. ولكن رد البال، حنا هنا ما شايفينش الصوره كامله، حنا شايفين غير النتيجه النهائيه، غير جزء منها، وربما هو الجزء الأجمل. ما شايفين شنو وقع خلف الكواليس. لهذا من الأحسن تعرف تعزل شنو كتشوف صديقي صديقتي المشاهد باش ما يأثرش عليك سلبا. ولكن دابا إلا خرجنا من المواقع وجينا للواقع راه غنلقاوه مختلف. وهنا كيجي السؤال المهم، واش حتى أنا نقدر نكون ناجح وخا باقي ما وصلتش لداكشي اللي باغي؟ واش أنا نقدر نكون ناجح وانا ما فخباريش؟ بمعنى اخر، واش حنا واصلين للنجاح واخا ما واصلينش لداكشي كامل اللي بغينا؟ تقدر تكون ما فهمتيش السؤال مزيان صديقي صديقتي المشاهده، ولكن بلاتي دابا تفهمني. شنو هو النجاح اللي كنعيشوه دابا في وضعنا الحالي؟ غنسميه انا النجاح الحقيقي، واللي هو بحد ذاته نجاح. خبارك صديقي صديقتي المشاهده، تقدر تكون انت عايش النجاح كل يوم ولكن ما حاسش. النجاح اللي كنعيشوه بما اننا باقين في بدايه طريقنا نحو الافضل باذن الله هو نجاح الرحله، نجاح النمو البطيء. النجاح اللي وصلتي ليه وكتسمى انك نجحتي هو النجاح فاش كتخلي او كتحاول تخلي النسخه ديال اليوم افضل من ديال البارح. النجاح ديالك في الوضع اللي انت فيه، اللي حنا فيه كاملين او اغلبنا، هو فاش كتحاول تستمر في تطوير راسك كل يوم من خلال عادات صغيره التزمتي بها كل نهار. انت فاش كتفيق كل صباح وكتصلي هذا نجاح، فاش كتقرا كل يوم صفحه واحده من القران هذا نجاح، فاش كتلتزم كل نهار انك تتعلم كلمات جديده من لغه جديده هذا نجاح، فاش كتقرا او لا كتخدم وكتعطي افضل ما عندك وكتحاول دائما تطور راسك وتزيد براسك القدام هذا بحد ذاته نجاح، فاش كطيح وتفشل وتحاول تنوض من جديد هذا نجاح. واو واو واو، شحال من نجاحات بسيطه كنديروهم كل يوم تقريبا اللي كتبان لينا عاديه او حتى ما عندهاش قيمه، ولكن هي في الحقيقه نجاحات. عرفتي علاش؟ حيت من خلال هاد النجاحات البسيطه غطلع في الدروج اللي غيوصلوك باذن الله لما هو اكبر وافضل. وفي الاخير انت اللي كتحدد نجاحك، ماشي المجتمع، ماشي عائلتك، ماشي صحابك، ماشي السوشيال ميديا. انت الوحيد اللي كتقرر شنو هو النجاح بالنسبه لك، انت الوحيد اللي كتقرر كيفاش تعيش حياتك، كيفاش تكون انسان افضل، وانت اللي كتقرر كيفاش تنجح. ما كاينش تران فاتك، ما كاينش وقت ضاع، كاين غير رحله كتبدا فيها كتعلم وكتبدل. دير في بالك ان النجاح اللي كتشوفه انت كتشوف منه غير النتيجه النهائيه، ولكن رحله كامله قليل فين كتشوف. وفكر بينك وبين راسك ولاحظ النجاحات البسيطه اللي كديرها كل يوم. ربما النجاح اللي انت فيه دابا انك تسعى كل يوم باش انك تكون نسخه أفضل من ديال الأمس. هذا ما كان صديقي صديقتي المشاهدة بخصوص هذه الحلقة، حلقة خفيفة ظريفة، كنتمنى تكونوا استفدتوا منها ولو شي حاجة بسيطة، وألقاكم في فيديوهات أخرى أفضل بإذن الله. سلام.